يعني برضو من حاجات بقى اللي انا بحب اشاركها معاكم كشخص انطوائي. يعني احنا كانطوائيين، او بالنسبه لي انا عمرو، يعني مش هحب اعمم الموضوع. يعني بيبقى عندنا البرايفسي او الخصوصيه دي حاجه مهمه جدا. يعني انا احب يبقى ليا البرايفسي بتاعتي، ما احبش بقى، لان زي ما عرفنا ان الانطوائي ده بياخد طاقته من لما يكون قاعد لوحده. فانا احب يعني يبقى عندي انواع من البرايفسي، واحنا عارفين طبعا ان احنا في المجتمع اللي احنا فيه يبقى الموضوع ده فيه صعوبه شويه. يعني من ضمن الحاجات اللي بتضايقني ان انا احس ان انا بيبقى في حاجات بسيطه في اليوم، الحاجات دي بتبقى يعني بيبقى البرايفسي فيها تقريبا معدومه. يعني ابسط حاجه لو انا مثلا هدخل هدخل في حمام في اي مول، يعني عادي داخل الحمام عايز اغسل ايدي، يعني مش مش حاجه كبيره، الاقي حد واقف لي على الباب بالمناديل وعمال يراقبني بقى يشوفني هخلص غسل ايدي امتى، ويقعد بقى يجيب لي المنديل. فانا يعني برضو مش فاهم. يعني من ضمن الحاجات دي، من ضمن الحاجات اللي بتنرفزني كده اثناء اليوم. يعني انا مش فاهم، يعني هل انا مش هبقى قادر اروح اسحب المنديل لوحدي مثلا وامسح بايدي؟ يعني مش عارف، يعني حتى يعني مش فاهم ليه دايما في المولات او بعض المطاعم الكبيره بيعملوا حاجه زي كده. برضه في الشغل بتاعي، يعني من ضمن الحاجات اللي خلتني اسيب الشغل ان يعني في الشغل ما فيش اي حاجه اسمها برايفسي. يعني المكاتب لو انتم متخيلين عارفين اللي هو النظام بتاع الاوبن اريا، يعني كل مكتب لازق في المكتب اللي جنبه، وفي ورايا مثلا حوالي مسافه نص متر عشان تبقى متخيل الموضوع. يعني كأن ده هنا المكتب هو قاعد عليه، وفي ورايا يعني حوالي نص متر كده يمكن اصغر بيني وبين المكتبه. فانا يعني خلاص قلت احاول اتواكب واتعامل مع الموضوع. بس للاسف بقى طبعا لان معظم المجتمع الحالي ما عندهمش اوير بالنقطه دي، او ما عندهمش وعي بالنقطه دي. الاقي وانا شغال كده على الجهاز بتاعي، الاقي واحد واقف فوق دماغي هنا بيكلم واحد زميله واقف جنبه، يعني هما الاثنين في موضوع بيحبوا يتناقشوا فيه، يتناقشوا فيه في ال 30 سم اللي ورايا دول. فطبعا حاجه زي دي كانت بتوترني وبتضايقني. ولقيت بقى الموضوع هناك في الشغل اللي انا كنت فيه، يعني ما فيش بقى وعي ان احنا مثلا ان هو يبقى الواحد ليه ان هو لما شخص احنا نساعده على التركيز، او نشوف يعني الحاجه اللي تساعده ان هو يشتغل، مثلا ان هو يبقى ليه مكان مغلق او مكان خاص بيه، انها ممكن ده ينعكس على الزياده في الشغل بعد كده او زياده في الانتاجيه. فالمبدا ده مش موجود. فبالتالي اضطريت ان انا يعني من ضمن ده، طبعا مش السبب الرئيسي، بس اضطريت اقدم استقالتي من الشغل بسبب حاجه زي كده. ده غير كده بقى اصلا وانا قاعد ممكن ابراوز الموبايل بتاعي، حد بعت رساله، حد بعت لي اي حاجه، الاقي مثلا اللي جنبي او اللي فوقيا يجي يسالني في تفاصيل الرساله دي. ففي حاجات صغيره كده يوميا احنا كمتوعيين بنقابلها. يعني ممكن تكون الحاجات دي الناس التانية شايفاها بقى دلع او شايفاها حاجه عاديه، لكن احنا بالنسبه لنا الحاجات الصغيره دي بتبقى حاجات كبيره وبتعمل لنا مشاكل وبتضايقنا. فلو انت برضه انطوائي يا ريت تشاركنا، او لو تعرف حد انطوائي يا ريت تشاركنا في التعليقات، يعني الحاجات اللي بتضايقك في خلال اليوم بتاعك.